الله يعطيهم الصحة ما كاينش. ردتني من المغرب وردها لي المساعدات الداد ما كاين. الله يعطيهم الصحة الشداد. ايوا السلام عليكم الاخوه والاخوات، اتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره كتشاهدنا ضغط على زر اشتراك باش تتابع الجديد ديالنا. عجبك الفيديو خلي اعجاب وخلي تعليق ودير فيه الملاحظات ديالك. تفرجوا في الفيديو تلا. الله يعطيهم الصحة ما كاينش. ردتني من المغرب وردها لي المساعدات الداد ما كاين. الله يعطيهم الصحة الشداد. ايوا اعتقد انه هذا الفيديو الاخير راح يكون عن كاس العالم 2026، وبعدها خلاص راح نفتح صفحة الاندية ونعود لمشوارنا مع الاندية ومع الامور الاخرى خلال الموسم. طيب خلينا نعمل ترتيب اقوى 10 فرق في هذه البطولة بالترتيب حسب وجهة نظري، ولكل انسان وجهة نظره. اسبانيا بلا شك في المركز الاول بسبب ما قدمته هجوميا دفاعيا بنص الملعب. اسبانيا تفوقت. بالمركز الثاني انا برأيي فرنسا كانت افضل من انجلترا، لانه فرنسا قدمت مستوى مميز في هذه البطوله هجوميا، حتى بكثير مباريات بهذه البطوله بنص الملعب كانت ممتازه، دفاعيا كانت ممتازه. فرنسا تستحق المركز الثاني. بالمركز الثالث انجلترا اللي وقعت باختبارات صعبه جدا امام المكسيك، امام النرويج، امام الارجنتين. كانت اختبارات كلها صعبه بصراحه، والمنتخب الانجليزي كان قادر على تجاوزها، ولكن بلحظات معينه كان غير مقنع، كان غير ممتع بمتعة منتخب فرنسا. وبالتالي يعني المركز الثالث يليق بالمنتخب الإنجليزي في هذه البطولة ويليق به بترتيبنا أيضا. المركز الرابع الأرجنتين بسبب الروح تبع الأرجنتين مش بسبب الأداء، لأن الأرجنتين قدمت ريمونتادات عظيمة جدا في هذه البطولة، وبقيادة ليونيل ميسي اللي قدم واحدة من أفضل الأداءات الفردية في تاريخ كأس العالم على الإطلاق ربما. بالمركز الخامس راح اروح مع منتخب النرويج اللي انا شفته كثير كان مقنع وممتع في هذه البطولة. كان ممكن يروح لنصف النهائي، ولكن تفاصيل بسيطة حكمت، فالنرويج تستحق المركز الخامس لأنها أيضا وقعت باختبارات صعبة أمام البرازيل وتفوقت، أمام إنجلترا وكادت أن تتفوق، أمام كوت ديفوار وتفوقت. فمنتخب النرويج كان ممتاز الحقيقة في هذه البطولة. بالمركز السادس المنتخب المغربي. منتخب المغرب اللي قدم دور أول ممتاز، قدم دور 32 ممتاز أمام هولندا، دور 16 رائع أمام كندا. ولكن مباراة فرنسا كانت هي النقطة غير المضيئة في مشوار المغرب بهذه البطولة على المستوى الفني، ولكن هي مباراة بالنهاية ما بتقلل أبدا من اللي عمله منتخب المغرب في هذه البطولة. بالمركز السابع رح روح مع منتخب المكسيك المظلوم، اللي برأيي منتخب المكسيك لازم يوصل أبعد من ذلك، لأنه قدم دور أول ممتاز ومقنع وممتع جدا، وبعد ذلك دور ثاني أمام الإكوادور كان رائع جدا، وبعد ذلك أمام إنجلترا مباراة ملحمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والمكسيك كانت تستحق أفضل مما حصلت عليه في هذه البطولة بكل أمانة يعني. بالمركز اللي بعده المركز الثامن بنروح مع منتخب مصر. منتخب مصر اللي قدم دور أول ممتاز، تعادل مع بلجيكا، فاز على نيوزيلندا، تعادل مع إيران، ذهب وواجه منتخب أستراليا اللي كان دفاعيا منتخب قوي جدا في الدور الأول، وتفوق على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، وبعد ذلك واجه منتخب الأرجنتين وقدم ملحمة كروية أمام الأرجنتين. فمنتخب مصر يستحق المركز الثامن. بالمركز التاسع برأيي كان يعني الفريق اللي امتع الجميع بعد الدور الاول، وهو منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا اللي قدم دور اول متذبذب، ولكن بعد الدور الاول شفنا بلجيكا مختلفه تماما. شفنا ريمونتادا امام السنغال، شفنا مباراه عظيمه امام امريكا، شفنا مباراه رائعه امام اسبانيا، وكان الخصم الاصعب على اسبانيا في هذه البطوله، فاستحق المركز التاسع بصراحه بدون اي شك. بالمركز العاشر انا راح احط فريق تكريما لمجهوده مش كاداء ولا كمتعه، والكلام هنا عن كاب فيردي. كاب فيردي المنتخب اللي أبدع بالدور الأول وتألق وفعلا نجح بالتأهل وبصناعة التاريخ، ولعب مباراة تاريخية أمام الأرجنتين. وبالتالي كاب فيردي عرفنا على كثير لعيبة مثل كابرال، مثل وليسيميدو، ليفرامنتو،
وفوزينها غيره من اللعيبة المميزة، وبالتالي منتخب كاب فيردي يستحق المركز العاشر. هذا ترتيبي، وخبرونا أنتم ترتيبكم ورأيكم في هذا الترتيب. أعتقد أنه هذا الفيديو الأخير راح يكون عن كأس العالم 2026، وبعدها خلاص راح نفتح صفحة الأندية ونعود لمشوارنا مع الأندية ومع الأمور الأخرى خلال الموسم. طيب خلينا نعمل ترتيب أقوى 10 فرق في هذه البطولة بالترتيب حسب وجهة نظري، ولكل إنسان وجهة نظره. إسبانيا بلا شك في المركز الأول بسبب ما قدمته هجوميا دفاعيا بنص الملعب. إسبانيا تفوقت. بالمركز الثاني أنا برأيي فرنسا كانت أفضل من إنجلترا، لأنه فرنسا قدمت مستوى مميز في هذه البطولة هجوميا، حتى بكثير مباريات بهذه البطولة بنص الملعب كانت ممتازة، دفاعيا كانت ممتازة، وفرنسا تستحق المركز الثاني. بالمركز الثالث إنجلترا اللي وقعت باختبارات صعبة جدا أمام المكسيك، أمام النرويج، أمام الأرجنتين، كانت اختبارات كلها صعبة بصراحة، والمنتخب الإنجليزي كان قادر على تجاوزها، ولكن بلحظات معينة كان غير مقنع، كان غير ممتع بمتعة منتخب فرنسا. وبالتالي يعني المركز الثالث يليق بالمنتخب الإنجليزي في هذه البطولة ويليق به بترتيبنا أيضا. المركز الرابع الأرجنتين بسبب الروح تبع الأرجنتين مش بسبب الأداء، لأن الأرجنتين قدمت ريمونتادات عظيمة جدا في هذه البطولة، وبقيادة ليونيل ميسي اللي قدم واحدة من أفضل الأداءات الفردية في تاريخ كأس العالم على الإطلاق ربما. بالمركز الخامس راح أروح مع منتخب النرويج اللي أنا شفته كثير كان مقنع وممتع في هذه البطولة، كان ممكن يروح لنصف النهائي، ولكن تفاصيل بسيطة حكمت، فالنرويج تستحق المركز الخامس لأنها أيضا وقعت باختبارات صعبة أمام البرازيل وتفوقت، أمام إنجلترا وكادت أن تتفوق، أمام كوت ديفوار وتفوقت. فمنتخب النرويج كان ممتاز الحقيقة في هذه البطولة. بالمركز السادس المنتخب المغربي، منتخب المغرب اللي قدم دور أول ممتاز، قدم دور 32 ممتاز أمام هولندا، دور 16 رائع أمام كندا، ولكن مباراة فرنسا كانت هي النقطة غير المضيئة في مشوار المغرب بهذه البطولة على المستوى الفني، ولكن هي مباراة بالنهاية ما بتقلل أبدا من اللي عمله منتخب المغرب في هذه البطولة. بالمركز السابع رح روح مع منتخب المكسيك المظلوم، اللي برأيي منتخب المكسيك لازم يوصل أبعد من ذلك، لأنه قدم دور أول ممتاز ومقنع وممتع جدا، وبعد ذلك دور ثاني أمام الإكوادور كان رائع جدا، وبعد ذلك أمام إنجلترا مباراة ملحمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والمكسيك كانت تستحق أفضل مما حصلت عليه في هذه البطولة بكل أمانة يعني. بالمركز اللي بعده المركز الثامن بنروح مع منتخب مصر. منتخب مصر اللي قدم دور أول ممتاز، تعادل مع بلجيكا، فاز على نيوزيلندا، تعادل مع إيران، ذهب وواجه منتخب أستراليا اللي كان دفاعيا منتخب قوي جدا في الدور الأول، وتفوق على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، وبعد ذلك واجه منتخب الأرجنتين وقدم ملحمة كروية أمام الأرجنتين، فمنتخب مصر يستحق المركز الثامن. بالمركز التاسع برأيي كان يعني الفريق اللي أمتع الجميع بعد الدور الأول، وهو منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا اللي قدم دور أول متذبذب، ولكن بعد الدور الأول شفنا بلجيكا مختلفة تماما، شفنا ريمونتادا أمام السنغال، شفنا مباراة عظيمة أمام أمريكا، شفنا مباراة رائعة أمام إسبانيا، وكان الخصم الأصعب على إسبانيا في هذه البطولة، فاستحق المركز التاسع بصراحة بدون أي شك. بالمركز العاشر أنا رح أحط فريق تكريما لمجهوده مش كأداء ولا كمتعة، والكلام هنا عن كاب فيردي. كاب فيردي المنتخب اللي أبدع بالدور الأول وتألق وفعلا نجح بالتأهل وبصناعة التاريخ، ولعب مباراة تاريخية أمام الأرجنتين، وبالتالي كاب فيردي عرفنا على كثير لعيبة مثل كابرال، مثل وليسيميدو، ليفرامنتو، فوزينها، غيره من اللعيبة المميزة، وبالتالي منتخب كاب فيردي يستحق المركز العاشر. هذا ترتيبي، وخبرونا أنتم ترتيبكم ورأيكم في هذا الترتيب. أعتقد أنه هذا الفيديو الأخير راح يكون عن كأس العالم 2026، وبعدها خلاص راح نفتح صفحة الأندية ونعود لمشوارنا مع الأندية ومع الأمور الأخرى خلال الموسم. طيب خلينا نعمل ترتيب أقوى 10 فرق في هذه البطولة بالترتيب حسب وجهة نظري، ولكل إنسان وجهة نظره. إسبانيا بلا شك في المركز الأول بسبب ما قدمته هجوميا دفاعيا بنص الملعب. إسبانيا تفوقت. بالمركز الثاني أنا برأيي فرنسا كانت أفضل من إنجلترا، لأنه فرنسا قدمت مستوى مميز في هذه البطولة هجوميا، حتى بكثير مباريات بهذه البطولة بنص الملعب كانت ممتازة، دفاعيا كانت ممتازة، وفرنسا تستحق المركز الثاني. بالمركز الثالث إنجلترا اللي وقعت باختبارات صعبة جدا أمام المكسيك، أمام النرويج، أمام الأرجنتين، كانت اختبارات كلها صعبة بصراحة،
والمنتخب الإنجليزي كان قادر على تجاوزها، ولكن بلحظات معينة كان غير مقنع، كان غير ممتع بمتعة منتخب فرنسا. وبالتالي يعني المركز الثالث يليق بالمنتخب الإنجليزي في هذه البطولة ويليق به بترتيبنا أيضا. المركز تشاركوا معنا يعني الافكار ديالكم، وحاولوا تخليو الهاشتاغ باش نطلعوا الفيديوهات ديال الصحراء المغربيه. يعني كيف ما كتعرفوا كنتعرضوا لهجمات من الذباب الالكتروني الجزائري. دونك باش نطلعوا هاد القناه، نطلعوا على الفيديوهات ونستمروا، خليو تعليق او تعاليق. بتم درتوا تعليق اكثر راه مزيان تكون فيهم هاشتاغ ديال الصحراء المغربيه. بالنسبه للفيديوهات نحاولوا نتفاعلوا معهم. علاش؟ على حساب الكوبي رايت. كاين بزاف تاع الناس يعني كيقول لك نخليو الفيديو يتمشى، ولكن المشكل غادي يكون عندنا في الكوبي رايت. الا خليت الفيديو وبقينا ساكتين غادي يضربوا بالكوبي رايت. دونك ضروري خاص يكون واحد التفاعل. المهم صبر معنا.